بسبب قلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، ضيع المغرب بشأن تدبير الموارد المائية بالمملكة زهاء 306 ملايين متر مكعب سنة 2022. ووزارة التجهيز والماء تسرع العمل لحل إشكالية الجفاف. تقرير إشراق عطاف. ضيع المغرب بشأن تدبير الموارد المائية بالمملكة زهاء 306 مليون متر مكعب سنة 2022. وأشار وزير التجهيز والماء حين تحدث يوم الاثنين المنصرم بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية أن مشروع الربط المائي البيني من الأحواض الشمالية إلى الجنوبية سيمكن من الحد من ضياع المياه إلى البحر، كما سيمكن من حل إشكالية الجفاف وتأثيرها على الموارد المائية، وخاصة المخصصة لضمان الماء الصالح للشرب للمواطنات والمواطنين بالمناطق التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية كالمدن والمراكز المتواجدة بين القطبين المهمين للرباط والدار البيضاء. ومن بين القرارات التي تم اتخاذها لحل إشكالية الجفاف وفق الوزير هي الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي للربط المائي بين حوض سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله لسد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة ليكون جاهزا هذه السنة، خاصة وأن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بطاقة إنتاجية بلغ 300 مليون متر مكعب مبرمجة على مرحلتين ابتداء من أواخر سنة 2023. ويتم أيضا إنجاز مشروع الشطر الاستعجالي للربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي أطلقته وزارة التجهيز والماء في دجنبر 2022 تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس بتكلفة 6 ملايير درهم. وأبرز الوزير أنه يتم العمل على تأمين تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على حوض أم الربيع من خلال الرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق عبر إنجاز قناة للربط بين نظامي تزويد بالماء الشروب لشمال وجنوب الدار البيضاء الكبرى. ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال بصفة كاملة مساء نوفمبر 2023 ليصل صبيب الربط إلى 5 متر مكعب في الثانية من نظام شمال الدار البيضاء إلى جنوبه.